بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. تحياتي لكم جميعا. الفيديو ده هتلاقوا فيه كل حاجة إن شاء الله بمشيئة الرحمن، زي ما وعدتكم بمشيئة الرحمن. كل حاجة سألتوني عليها من الخبيز وازاي يخبز، وما عنديش في الشقة أي إمكانيات. كل ده إن شاء الله بإذن الله هيريحكم جدا الفيديو ده. ماشي، زي ما انتوا شايفين بخبز بكل سهولة وبطلع أحلى عيش. وأنا في البيت نفسه ما طلعتش ولا سطوح ولا فرن بلدي ولا أي حاجة، وعيش شمسي زي الفل وما شاء الله. ومفيش واحد لونه فارق عن التاني. الله أكبر، وصلي وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. يلا بسم الله نبتدي. هنا زي ما انتوا شايفين لازم بالليل نعمل الخميرة. احنا دي بنسميها الحدقة عندنا كده في لهجتنا كده يعني. ماشي. اول خميرة البيتة. طب انا ما عنديش، نجيبها منين؟ زي ما قلت نجيب العيش، رغيف من العيش الطابونة العادي، ونبيته من بالليل ونعجنه زي كده ونزوده بمية، بس في الشتاء مية دافية. ونعجنه كده هيبقى احلى خميرة بيتي. انت ممكن تسلفي جيرانك منها. هبتدي طبعا انا فركاها وحطاها في التلاجة زي ما انتوا عارفين، او في الفريزر. بعد كده باخدها بلينها بميه برضو دافيه، ابتدي اعجن فيها زي ما انتوا شايفين. وحط حب كميه زيت بسيطه، يعني زي معلقتين 3. والكميه بتاعتها حسب ما انت هتعجني دقيق، حسب كميه الدقيق بتاعتك اللي انت هتعجنيها. خلاص طيب. هبتدي اعجن فيها كويس خالص زي ما انتوا شايفين، لحد ما احس ان هي ايه، في الشتاء بتبقى اتقل من الصيف. في الشتاء بتبقى، يا ربي، في الصيف بتبقى اتقل من الشتاء، يعني بتبقى اتخن من الشتاء. خلاص. في الصيف عشان ما تكبكبش مننا وتتعبنا، لا، يبقى نتقلها في الصيف. في الشتاء عادي ما يهمكش، ما كده كده الجو مش حر ولا حاجة، هتمسك معاك وتبقى زي الفل. المهم انا مكنتها كويس وعجنتها زي ما انتوا شايفين. ملكتها شو كويس بيني وبين ايديا كده لحد ما ايه نضفت الحلة. ماشي. وهي اي عجنة فيها دي ما بتفرقش، لان دي خميرة يعني، مش ما انت مش راح تقطعيها على طول. اسويها كده زي ما انتوا شايفين، ادكها واعلمها. كمان في ناس بتحط لها تومه، فص توم حي كده بينشطها شويه، وفي ناس اللي بتسيبها ببركتها زي ما انا سايبها ببركتها. يلا يا ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا. اهو زي علمتها عشان اعرف ايه خمرت ولا لا، ما ان هي لما بتخمر بتملى الحله للاخر. في الشتاء بغطيها، في الصيف لا. بقول لكم ان انا نزلت سبتها لحد ما خمرت وطلعت بقى، نزلت على الساعه 3 بالليل، خبيز الليل بقى، ولا شمس بقى ولا صيف ولا حر ولا اي حاجه. فينها بالليل بعجنها. هنا بقول لكم ان انا عامله الغله ومجهزاها وحطاها اهي على مستنيه الطحين بس تنشف. خلاص. ونزلت تحت في حوش البيت الساعه 3 الفجر. 3 الفجر. عايزه تنزلي قبل براحتك، بعد براحتك، بس 3 الفجر هيخمر معاكي على الساعه 9 الصبح. ماشي. عملتي على الساعة 12 بالليل، عجنت على الساعة 12 بالليل، هتخمر معاكي على الساعة تقريبا 7 أو 6. ماشي. عشان نبقوا متفقين. ادي كميه الدقيق بتاعتي اهي، منخوله طبعا، متحلله يعني بلهجتنا احنا. هنبتدي ادي دي خميره، صبع خميره فوريه او خميره بيره، يا ربي بلاش الفوريه. طيب وقلبتها اهي. وكمان عليها دي الملح اللي بقلبه ده، تاني الملح. ونقلبه كويس ونضيفه. ماشي تمام. تمام. بص خطوة خطوة علشان خاطر خليكي أستاذة في الخبيز البلدي، العيش الشمسي. لو كنت في فرنسا والدنيا تلج عندك هيخمر، هيبقى زي الفل. لو كنت في أي حتة ونفسك في العيش الشمسي، يعني مش هحرمك إن شاء الله بإذن الله. كأن إيه، كأن مامتك جنبك أو أهلك جنبك، الناس اللي نفسها فيه. سامحونا على شوية أدوار البرد اللي واخدينها. هفضل اعجن العجين اللي بص الشديد، بص اعجن بقى بالراحه بالراحه، اجيب بقى من فوق لتحت من فوق لتحت كده. ولازم العجين اللي ما كانش يتملك، ما تعرفش تاكلي الرغيف كويس، هيبقى مفتول منك الرغيف، يبقى كلام فاضي. هبتدي ايه، وما زودش الميه مره واحده، لا، بصي بالراحه بالراحه، حبه حبه. هتتعبي شويه بس ايه، انا عاجنه كميه بسيطه. ماشي. لان انا هخبز على فرن الحديد، الفرن الحديد مش بتشهلني في العيش. جبت الخميره بعد ما خمرت اهي، ما شاء الله تبارك الرحمن. شفت انا كنت متخناها ازاي بتسيل معاكي. عشان كده بقول لك في الصيف امسكيها شويه، في الشتاء عادي ما يهمكش، لان هي ايه، مهما كان سيحانها الشتاء برضو الجو بيظبطها. هبتدي اخلطها مع العجين وايه، واتحكم فيها كده وامكنها منها.
ابتدي انا اعجن اهو. بصي بزود الميه بالراحه لحد ما يتملك معايا العجينه تبقى زي اللبنه ما شاء الله تبارك الرحمن. وكل ما العيش الشمسي، في ناس بتقول لك لا ما هي حته، لا ما انت انت كمبتدئه ما تمهوهوش عشان ما يبص منك ويطبطب منك كده ويبقى ايه، يبقى ما فيهوش قلب. لا انت لو مبتدئه او مش متمكنه يعني، لا تخنيه حته وزي ما انت هتشوفي القطعه اللي انت هتشوفيها او مستوى العجينه اللي انت هتشوفيه. يا ربي نفسي اكلمكم باللهجه بتاعتنا بس خايفه ما تفهمونيش، يعني شفت قنوات كتير بتتكلم بلهجتها، بس يا معلش يلا عشان بس الناس اللي بره والناس اللي في الدول التانية تفهمنا. خلاص. والدقيق عندنا هو الطحين عندكم، ماشي. انا بطحن الطحين يعني بعمل دقيق. خلاص هشوف. بص كل شويه اختبر بسابها القطعه بتاعتها، ماشي. وانا افضل اعجن 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 لحد ما احس ان هي ايه اتملكت في ايدي. كل شويه برضو اخد حته جزء كده واختبرها، ها نفعت معايا كده تنفع ولا لا. اشوف كده ايه الظاهر ايه تمت. والله بعد كده حطيت شويه ميه وعجنتها تاني حسيتها لا مش قوي. لازم اديكم الحاجه المظبوطه اللي هي عمرها ما تبوظ منك. خلاص كده ابتديت ايه استوب خلاص. وبرضه هختبر الرغيف معاكم تاني دلوقتي ونشوف. ماشي اهو. اختبر رغيف تاني بعد ما حطيت شويه تحطي بالكوبايه لما تكون قطعتها قربت او الملمس العجينه قرب، ماشي اهي. ترددت معايا زي الفل. والترديده مهمه جدا 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 يا جماعه، زي العجين بالظبط. ليه؟ لانك انت بتملكي العجينه زياده كانك بتعجنها من جديد في ايديكي. تشربيها ميتها عشان الميه على وش الرغيف بتخليه يبيض يجير، احنا بنسميه يجير، ماشي. يعني جير يعني بلهجتكم بلهجة البحراوية. خلاص. طيب يبقى عيش كأنه عيش ايه، عيش بتاع بره اللي هو ايه اللي بيتبعوه اللي بيتباع بره ده وملهوش لازمة. خلاص. وربنا يا رب يرزق الجميع. خلاص. هنبتدي انا ايه خلاص نقلتهم في المكان اللي هقطع فيه، اللي هو المكان ايه وحطيت المقارص. الناس اللي ما عندهاش مقارص والله لا اعمل لكم فيديو نعمل فيه المقارص الورق مع بعض عشان الناس اللي برضه المغتربه والناس اللي ما عندهاش الامكانيه دي نعمل مع بعض كل حاجه. ابتدي بصي نقطع. في واحده كمان بتساعدني، ماشي بنساعد بعضينا. وهنا بنقطع هنا هنا عندنا في حوش البيت في المنظره تحت. خلاص. انا ايه بخش السجاده وبخش الحاجات اللي هنا عشان ما تبصي بالرده وبفرد عليها المقارص اللي انتوا شايفينها. دي ورق يا جماعه، ده كانت زمان طينه بالطينه وكانت تبقى تقيله. دي دلوقتي ورق وسهله يعني موجوده في كل حته. وان شاء الله اعمل لكم فيديو. بصي بالتقطيعه كده تحط الرغيف في نص البتاع والدبه كده اهو. بصي بالراحه كده دبيه سوا واحد. هبتدي بصي في مسافه ما حد بيبقى بيدب العيش او بيسلم على العيش يعني ندب ونسويه، في حد تاني يبقى ايه بيفرك بقى ايه في العجانه والمكان مواعين العجين. طيب لحد ما تنضف وتبقى زي الفل وتسيبي حاجتك نظيفه. خديها هينه تجيكي، خديها لينه تجيكي هينه. اوعي تسيبيها تنشف منك هتتعبك والله انت بعدين. خلاص. طيب اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بفضل ادعك كده وانضف حاجتي عشان خاطر ما تغلبنيش، ما اجي اعجن الاقي حاجتي نظيفه وادواتي نظيفه. تمام. اللهم صل عليك يا محمد. ده ان شاء الله مجهزه لكم فيديو. ابص اهو بعد ما اسلمهم كلهم اتدبوا كلهم كده اهو سوا واحد. ولعت المروحه، ما كنتش مشغله المروحه في الشتاء، ما شغلهاش غير وانا بدب، لا بعد ما خلاص قفلت عليهم الاوضه وشغلت المروحه على 5 اخر درجه خالص. في عز البرد في عز طوبة شغلي المروحة وبقول لك اهو وتشوفي احلى عيش. كانت الساعة وصلت 4 و11 دقيقة زي ما شفتي زي ما شايفين. ان كل شويه انا بنزل اول اصحى طبعا في الفجر على اذان خلاص انزل على الفجر واشوفهم خمروا ما كان بها، ما خمروش كل شويه اروح واجي اشوط عليهم واشوفهم. هنا خمر يعني رايح يرفع كده شويه، لا استني شويه عشان يبقى ايه كل ما يخمر معاكي احلى، كل ما تاخدي احلى عيش واحلى ايه احلى رغيف. ماشي. هيبقى معاكي زي السفنجه كده ما شاء الله. ابتدي اقلب كل العيش، ماشي اهو. وانفخ الرده دي، ماشي. هي الرده دي مفيده على فكره في العيش مش مضره، بس احنا بنحطها علشان ايه بنحوشها ليه عشان يتشد بسرعه. وبرده المروحه شغاله من فوقيه بايه، بس انا بصراحه عشان البرد الشديد بطفيها لحد ما اقلبهم كلهم واجي ايه واكون انا واسيبها بعد ايه بعد ما اقلبها عشان ما يبردش كده. ودي والرده والنخاله يعني انا بص بقول لكم كل اللهجات النخاله. المهم اللهم صل على محمد. هنا بدور الرغيفه بعد ما تشد معايا كويس، تسيبها تحت المروحه قد ربع ساعه تشد معاكي، ماشي.
وبعد كده ايه بكون في الوقت ده بولع في الفرن، نولع الفرن العيش الشمسي. هوريكم درجة الفرن بتاعته على الفرن الحديد، مش بلاش البلدي عشان الناس ما عندهاش بلدي. بوتاجاز اعملي كده برضو، ولعي البوتاجاز فوق تحت وسوي عليه العيش بتاعك وسخنيه كويس وتابعيه بقى. هبتدي بقى واحدة تسلمني وانا احط، واحدة تسلمني وانا احط العيش استفها. هي بتاخد 12 رغيف. انت بقى وشطارتك بس ما تزنقهمش عشان ما يتلخبطوش منك يعني. خلي الامور كده بالراحه، تيجي بالراحه يجي يطلع العيش كله ما شاء الله تبارك الرحمن. بص فنش ازاي، ولسه كمان ما دخلش في السوا. للاسف التصوير هنا صعبه شويه، سامحوني سامحوني. ان شاء الله باذن الله اظبط الامور كلها، بس شجعوني بقى، فرحوني ان شاء الله باذن الله بتعليقاتكم الحلوه ودعواتكم الحلوه اللي كانت بتوصلني في غيابي. يا رب معايا ان شاء الله باذن الله، طالما محبه الناس والصدق مع الناس الحمد لله قلبي مطمن. ربنا يا رب يفرج همومنا جميعا. بص ابتدي اقلب كده بالراحه، لان الناحيه اللي هي على على يميني دي هي اللي بتحمر العيش اكتر. ماشي، فابتدي اخد بالي من العيش عشان ما يتلسعش مني، ارغفه تتلسع وكده. في الوقت ده بروح ايه بدور في العيش، ادور في العيش افتحه كده بالعوده، دبوس عندك، موس نظيف اللي عندك وفي بيتك امكانيتك اشتغلي بيها عشان نصحى. اللي بيقول الشاطر تغزل بايه، بص الحته دي بتتلسع مني ازاي، بس بقى برضو حلو، احنا بنحب اللون ده. ماشي، بس مش باين لونه الاصلي عشان خاطر ايه الاضاءه هنا عكسه جدا، يعني الاضاءه في الصراحه في الحوش هنا عكسه فمش باين قوي. هبتدي انا بصوا بجيب اللي هنا، بجيب اللي على يميني ده بجيبه على شمال الفرن عشان هي الناحيه اليمين هي اللي بتحمر اكتر. وبدي فرصه للحاجه النيه بجيبها هنا على يمين الفرن، هنا على يمين ايدي انا. ماشي، لان الحته دي هي اللي بتعمل، الحته اللي هي على الحرف دي مش بتنسس بس مش بتحمر. خلاص، يعني تنسس يعني عيشك يبقى خلاص مفهوش استوى على الاخر، مش اتحرق، استوى نس كده وبقي عيش ما شاء الله تبارك الرحمن. حتى ما يعطنش معاكي بسرعه، لو انت طلعتيه نص سوا هيعطل معاك ويبوظ ومش هتعرفي تاكليه. بص عاوزه اوريكم العيش، بس الكاميرا مش موضحاه قوي، بس هيبان على الفرشه ان شاء الله باذن الله في المنظره لما ابرده. خلاص، بص الرغيف الله اكبر ما شاء الله تبارك الرحمن، فاتق وخمران حلو ومتقلب حلو ومشدود حلو ومتردد حلو ومعجون حلو. كل ده تاخدي احلى عيش شمسي، ولا الحوجه للشراء. لو جبت لك كيلوين دي وعجنتيهم جربي يا ستي في كيلو واحد واعملي مع نفسك كده اهو. بصي سهلنا كل حاجه، ولا عيش ولا فرن بلدي ولا حاجه، حط غيره. بصي بفسح لنفسي وحط غيره، وهكذا برضه هفسح لنفسي واحط غيره. علشان خاطر اشهل الفرن دي بتاخد 12 رغيف بس في الرصه، فكده انا بتاخر. يمكن الفرن البلدي كانت بتاخد مننا 32 رغيف، فكانت يعتبر اللي انا خبزهم عجنهم كلهم كانت بتاخدهم الفرن في رصه واحده. بص العيش ما شاء الله، لو حد شافه بيقول لك دي كيكه، دي كيكه بالظبط. بس كمان لو الكاميرا موضحه لونه كنتوا ايه، كنتوا شفتوا حقيقته. اللي من فوق ده مش مبيض، ده بعكس الاضاءه بس. لكن ما شاء الله كله بص اهو على الفرشه باين اكتر. هنا ما شاء الله تبارك الرحمن ريحة العيش حلوة. ما شاء الله تبارك الرحمن طراوته حلوة الله أكبر. بس سيبيه يختمر، اوعي تقلبيه بسرعة. ده أنا لما وريتكم الرغيف كان لسه ما خمرش، عاوز خمران تاني. كل حاجة بوريها لكم بكل صدق. ماشي، ما خبيتش عليكم حاجة، فمستخسروش فيا لايك. يلا كل اللي مشتركش في قناتي والأول مرة يشوفني واللي وصل لحد هنا يشترك في قناتي كمان ويعمل لايك للفيديو. خلاص طيب، ده العيش اللي هو ايه الشمسي، لازم تسيبيه يبرد. وانا بنزل يعني بحطه كده وبنزل له بعد العصر المه في اكياس. ومن اللي بناكل منه بنسيبه من بره، واللي مش بناكل منه بنحطه في الثلاجات علشان ما يعطنش مننا صيف ولا شتاء برضو، وتخافي على حاجتك تحافظي عليها. بص العيش من جوه ما شاء الله تبارك الرحمن. بص الفتيته بتاعته الله اكبر، انضف وامن من اي عيش بره. يعني ما انت لو جبتي مهما جبتي عيش أأمن وأنظف من أنت ما تضمنيش. إحنا قطعنا طوابين خالص، قطعنا اللي إحنا بنسميها الطوابين المخابز، يعني مش بنجيب منها خالص، بناخد منها بدايل حاجات تانية. وادي المروحة وسر المروحة، ولا شمس ولا تراب ولا قرف ولا دبان ولا حاجة أبدا، حاجة نظيفة من نظيفة. طب قلنا ايه، الفرن شغالة، يلا جبنا شوية بطاطا وبعدها شوية فول وايه، وعمرنا البيت وتسلينا واتدفينا كمان في الشتاء ده. وكل سنة وانتم طيبين. يلا ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب، ويصلح حالنا وحالكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.